السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الأفاضل، أيها الإخوة، أيها الفنانين، أيها الناس الطيبين، أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير وصحة وعافية، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، ويكفينا وإياكم شر البلاء إن شاء الله، وأن تعود المياه لمجاريها، ويعود إن شاء الله الخير، ويعم السلام، ويحفظ بلدنا المغرب الحبيب وسائر البلدان في العالم إن شاء الله. تحية لكم، وتحية خاصة للأخ العزيز والصديق الفنان الفاضل المحترم، رجل الزاوية والفقير، كيف ما تنقوله باللهجة الصوفية، يعني اللي تعلمنا منها، الفقير إلى الله تعالى. سيدي الفنان الفاضل الطيب الخلوق سي فؤاد الصفار، رجل الزاوية العلامية سيدي عبد القادر العلامي المشيشي، وفقير بالزاوية القادرية والزاوية الكتانية إلى آخره. وهو طبعا نقول فيه أنه منشد وعازف على آلة الطر أو آلة الرق بجوق المرحوم مولاي أحمد المدغري، وجوق الفنان عبد الفتاح بنيس الذي نوجه له تحية أيضا. واشتغل بأجواق عديدة، وله أيادي بيضاء في عالم الفن الطربي الأصيل والسماع وطرب الآلة الأندلسية وطرب الملحون أيضا. وله عدة مشاركات وطنية ودولية، وقد شارك بعدة حفلات كبرى وطيبة، وشارك معي أنا شخصيا بعدة حفلات، منها خاص ومنها عام. وكان لي الشرف أنه كان معي بمدينة العيون، وقمنا بحفل عيد العرش المجيد في سنة 2012 على ما أظن، على ما أذكر. وكنت تشرفت به، وكان حاضر معي في هذا الحفل، وكان عندنا واقعة طريفة هو يعرفها الآن، وأكيد حيضحك في نفسه. فأنا كان حي السي فؤاد الفنان الحبيب، والله أنا كان أعتبره أخ عزيز، هو دائما تسأل عني وتنسأل عنه، والله يحفظه ويرعاه، وإن شاء الله يديم عليه الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله. فأنا كان شهد له بحسن الخلق، وأنه فنان أصيل وكبير وحافظ الألوان، يعني الفنية الطربية الكبرى، يعني في المدرسة الأندلسية والملحون كيف ما ذكرت، والطرب أيضا، وحافظ للموشحات والقدود أيضا، لأنه اشتغل معي أيضا وأدى معي في الكورال. فأنا تنتشرف به وتنحييكم وتنحييه، ويكفيني أن نقول كل سنة وهو طيب، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. وشكرا لكم، وتحياتي، معكم الفنان بدر رامي.